وشكله مختلف تماما عن انت تشوفه من بعيد او انت تشوفه في التلفزيون. التفاصيل بتاعتها رهيبه، وبصوا كم الناس اللي بتتفرج عليها. بصراحه انا منبهر من انبهار الناس. Colombia es un país muy lindo, queda en Latinoamérica, tiene una vida. كنت متوقع اجمد من اللي انا شفته اول مره. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سليم اليوم في المتحف المصري الكبير. دي مش أول مرة ليا موجود في المتحف المصري الكبير، وجيت قبل كده، بس النهارده جاي اكتشف الأماكن اللي اتفتحت بعد الافتتاح النهائي. تاني حاجة إن أنا أتكلم مع أكبر عدد ممكن من الناس، أشوف إيه أكتر الجنسيات اللي موجودة هنا، وليه هم اختاروا إن هم يجوا المتحف المصري الكبير. حصلت لي مشكلة كبيرة قوي قبل ما أجي أدخل هنا، أول مرة جيت أدخل فيها المتحف بعد الافتتاح النهائي. لو ما شفتوش الفيديو بتاع قبل الافتتاح شوفوه دلوقتي حالا على القناة. تجربتي كمصري هتبقى مختلفة تماما. فلو دي أول مرة ليك موجود هنا على الشانل، أهلا بيك. أنا مبسوط قوي إنك موجود هنا. اشترك دلوقتي حالا في القناه عشان تشوف كل الفيديوز الجايه. بنعمل هنا فيديوهات تجارب سفر ومغامره في مصر وحول العالم باذن الله. ليتس جو. اول ما تدخل من هنا المتحف بتشوف الانترنس بتاعه، وده اللي كنا شفناه في الافتتاح النهائي اللي اتعمل ليه. وبصراحه بالليل بيبقى شكله جميل جدا، وهو معمول على شكل الاهرامات. وبتشوف من هنا في حاجات فرعونيه كتير جدا معموله بالخط الهيروغليفي، واكيد بيكون ليها معنى. احنا صورنا كل تفاصيل المتحف قبل كده، دخلنا في كل الاماكن اللي كانت مفتوحه قبل الافتتاح النهائي. دلوقتي هنشوف الاماكن الجديده اللي ما كانتش موجوده قبل الافتتاح النهائي. اعداد رهيبه. اول ما بتدخل المتحف بتشوف كم الاعداد الرهيبه من الناس، مصريين واجانب وناس من كل الجنسيات. طبعا بيسلموا على عنقد رمسيس لان هو موجود هنا. حاجه جميله جدا. في نفس الوقت الموضوع يخض شويه بسبب كتر الاعداد وكتر الناس اللي موجوده، فالموضوع يخض شويه، ولكن الموضوع شكله يستحق هذا الاهتمام. دي الجوله او ده المكان اللي انت اول ما تدخل من المتحف بتكون موجود فيه. هنا الصاله او المكان اللي تدخل بتشوف فيه، ده دخلناه المره اللي فاتت كله. وهنا هندخل لجيت تانية او لاماكن تانية، الا وهي المكان اللي موجود فيه القطعه بتاعت توت عنخ امون. فهي دي اللي انا استكشفها النهارده. فانا مش هدخل في الاريا دي خالص، انا هروح لارياز مختلفه عنها، لان دي انا استكشفتها قبل كده. بس عاوز اوريكم الاعداد اللي موجوده وكم الزحمه، الاقبال الغير طبيعي اللي موجود من الناس، افواج من كل حته في الدنيا واغلبهم صينيين. طيب انت اول ما تدخل بتشوفوا زي ساين كده بتعرفكم هتروحوا فين او هتتحركوا ازاي. اول حاجه من هنا مكتوبه قاعات العرض ومتحف الاطفال، الشمال متحف مراكب خوفو على طول، والبهو الخارجي يمين. فاحنا في الغالب هنروح متحف ومراكب خوفو وندخل على قاعات العرض. فهي بقى طيب المكان اللي فيه القطع الاثريه كلها اللي موجوده بتاعه توت عنخ امون موجوده هنا في الدور الرابع. عاوز اوريكم كم الاعداد من هنا، ما شاء الله اعداد رهيبه، وفي اعداد كبيره جدا فوق، وفي كمان الارياز اللي حواليا كلها مليانه ناس. فالموضوع موضوع مثير للاهتمام حقيقي، وتحس انه في زحمه ولكن محمسه شويه. دي حاجه كويسه نوعا ما. الارياز دي كلها والاماكن دي كلها استكشفناها كلها بكل تفاصيلها في الفيديو الاولاني، فمش هنضيع وقتنا فيها النهارده. هنروح النهارده على الاماكن الجديده اللي ما رحناش قبل كده. التصميم بتاع المتحف عامه من فوق هنا كله معمول بالازاز، شكله رهيب. والاريا دي اللي بتطلعك على الادوار الثانيه من هنا ومن هنا. فاحنا دلوقتي ندخل كده يمين. هنا الاريا المختلفه جدا اللي انت بتشوفها، قاعات العرض كلها بتبدا من هنا. دي قاعات العرض الرئيسيه. بس وانت داخل قاعات العرض الرئيسيه طبعا بتشوف الفيو المختلف اللي كل الناس بتيجي تشوفه هنا، الا وهو الفيو بتاع الهرم. فبتستكشف فيو الاهرامات من هنا. هو مش باين قوي ولكن بتستكشفه من هنا وتشوفه، لان هو اصلا المتحف معمول ان هو يكون قريب من الهرم. فتبص على الهرم وبعدين تدخل على قاعات العرض الرئيسيه. زي ما قلت لكم قبل كده كل حاجه في المتحف معموله بنظافه حلوه قوي. الارياس كلها معموله بنفس الالوان، لو لاحظت هتلاقي لون السقف هو نفس اللون بتاع الارضيه. عشان ندخل على قاعات العرض لازم ندخل من هنا الاول، تعدوا من الجيتس دي، وبعدين بنبدا قاعات العرض كلها من هنا. قاعه 7، اول ما هتدخلوا من هنا هتلاقوا قاعه 7 اللي هي القاعه بتاعت توت عنخ امون. وتدخل من الجيت دايركت كده زي ما انا ماشي، تدخل على طول. لو سمحتي حضرتك ممثله صح؟ انا شفت حضرتك في حاجه، حضرتك كنت بتمثلي او بتعملي حاجه مشهوره صح؟ انا حاسس شفت حضرتك في حاجه قبل كده. يعني لو حضرتك فانا جاي بسلم عليكي مش اكتر. طيب اهلا سلمى. اهلا بحضرتك. استاذ سلمى ازي حضرتك؟ عامله ايه؟ اخبار حضرتك ايه؟ انا كنت بحب حضرتك جدا وبتفرج عليكي جدا جدا. ميرسي خالص. مبسوط اني شفت حضرتك هنا بالصدفه الجميله دي. ربنا يخليك، شكرا. تدخل بقى من هنا تروحوا اخر الجيت دي خالص، هنروح عند قاعه 7. في الفيديو اللي فات استكشفنا كل القطع الاثريه اللي موجوده هنا. طبعا هنا في كم قطعه اثريه مهول،
فاحنا لو عايزين نستكشف كل قطعه فيهم هناخد وقت كبير قوي قوي قوي. تبداوا تدخلوا علشان قاعات العرض بتاعت توت عنخ امون. الاضاءه بتاعت المكان مختلفه، تحس ان انت داخل حاجه كانك داخل كده زي مؤتمر كبير او حاجه كبيره. الاضاءه بتاعت المكان حلوه قوي، وكمان التصميم بتاعه مختلف. تدخل بقى من هنا قاعات العرض بتاعت توت عنخ امون يمكن كلها مش منوره قوي، ولكن بتشوف بقى كل قطعه اثريه وكل الحاجات من هنا بما فيهم حاجات مختلفه شكلها رهيب جدا. اول حاجه نستكشفها دلوقتي قالوا هي حاجه عامله زي العصيان كده، وكل التفاصيل بتاعت كل مكان مكتوبه. فهندخل هنحاول ان احنا نقرا لكم المعلومات الاساسيه بتاعت كل قطعه اثريه او بتاعت كل مكان هنقف فيه باختصار شديد علشان اديكم بس فكره عامه عن اللي تتوقعوه لما تيجي. مثلا دي زي مقاليع، دي المقاليع اللي كانوا بيستخدموها. هنا مثلا هتلاقي زي اقواس، زي الاقواس اللي كانوا بيستخدموها في الحروب. هي كل حاجه فيهم فيها نفس التفاصيل بتاعتها، كل التفاصيل بتاعتها. ده صندوق الاسلحه، ودي حقيبه اقواس فاخره، ودي اقواس مذهبه. ودي حاجه بصراحه جميله جدا. احنا لسه ما دخلناش، لا احنا وحشه قوي. من اول هنا بقى نبدا نستكشف ونشوف العجلات الحربيه، بيدوكوا التفاصيل بتاعت العجلات الحربيه والمكونات بتاعتها وكانت موجوده ليه وامتى وبيستفادوا منها ايه. من اول هنا بيبدا يحكي لك عن العجله الملكيه، بيبدا هنا بيحكي لك عن الصقر مع قرص الشمس. ده صقر مع قرص الشمس مش عارف فين، بس دي العجله الملكيه. ده الشكل بتاعها، طبعا مفعمه بالذهب او فيها بعض الاجزاء من الذهب، فدي حاجه شكلها خرافي جدا. زي ما انتم شايفين كده دي العجله المذهبه او المكان اللي هم كانوا بيقعدوا فيه، وده بيربط وبيتربط فيه ايا كان بقى، سواء حصان او ايا كان الدبه اللي هم بيتحركوا بيها. وكل حاجه موجوده هنا تقدر انت تقرا كل التفاصيل بتاعتها بعربي وانجلش واللغه الصينيه كمان. مش متخيلين كم الاعداد. هاي اكسكيوز مي كان اي جاست. ده مسند راس من زجاج، ده زي مسند راس يعني بيسموها دلوقتي اللي هي الكاوتش او اللي هي الاريكه اللي احنا بنريح عليها. تخيلوا ان هي معموله من الذهب، ده معمول من الخشب. بستكشف دلوقتي حاجات تانية، دي حاجات مثلا في البيت. ده زي بوكس كده بيحتفظوا بيه بالهدوم، ده بوكس لحفظ الملابس. ندخل من هنا اريا تانية عشان نستكشف بقية هذا المتحف الجميل. دلوقتي بقى هندخل عند المكان الاشهر والاحسن حاجه انا جاي عشانها النهارده، اللي هو القناع الذهبي توت عنخ امون. عايز اقول لكم ان هو بالدور، يعني بتقف في دور معين من هنا، كل الدور ده وكل الطابور ده واقف بس علشان يدخلوا ويقفوا ويصوروا من هنا، ودي ناس اللي راجعه، فمحتاجين ان احنا نقف في الطابور بس علشان ندخل. بس عاوز اوريكم شكل القناع الذهبي من هنا، شكله تحفه جدا. بحاول استكشف ازاي بنقدر ان احنا ندخل الاول. مستني كل اللاين ده، مستني كل الطابور ده علشان اقدر في الاخر ان انا ادخل هنا. اغلب الناس بتقف من هنا علشان تصور دايركت. فهو من هنا شويه كل الناس بتدخل من هنا بتلف وبترجع تاني. فمن اول هنا كده تبدا انت تشوفه بوضوح هو تابوت او الماسك بتاع توت عنخ امون. المكان كله على فكره معمول بحاجه نفس اللون الذهبي شويه علشان يدوكوا نفس الاتموسفير او نفس الفايب بتاعت المكان. والاضاءه دي شكلها حلو قوي ومحمسه شويه، تحس ان انت في مكان عملاق او مكان عظيم. هما مدينه نفس الاضاءه بتاعت لون التابوت او هو اللون الذهبي. فالتفاصيل حلوه جدا بصراحه في كل شيء، وهو معمول مغطى كله بالازاز طبعا عشان تتصور بس من بره. دلوقتي انا موجود عند اقرب مكان اقدر ان انا اشوف منه القناع. كل الناس زي ما انتم شايفين بتيجي هنا علشان تتصور، وشكله مختلف تماما عن انت تشوفه من بعيد او انت تشوفه في التلفزيون. ممكن بس ايه؟ حضرتك معاك تصريح؟ تصريح ايه؟ ان احنا نتصور الكونتنت او نعمل حاجه. كل الناس تدخل بكاميرا جو برو عادي. كاميرا بس مش بنتكلم في الفيديو او مفيش نعمل مشكلة. اي مفيش كونتنت مشكلة. او حاجه. مش هنتكلم، نصور بس. طيب دلوقتي احنا خلصنا، شفنا القناع بتاع توت عنخ امون. حاجه جميله، شكله حلو، التصميم بتاعه حلو وانترستنج بصراحه. ودلوقتي هنكمل القاعه دي كلها. دي القاعه بتاعت توت عنخ امون، تقدر ان انت تشوفها من هنا بكل التفاصيل بتاعتها وكل القطع الذهبيه اللي تم اكتشافها في الصندوق بتاع توت عنخ امون كلها موجوده هنا. فتخيلوا دي هول كامله من اول هنا لحد الاخر. الهول دي كلها
موجود فيها كل شيء تم اكتشافه في مقبره توت عنخ امون. النهارده هدفنا بس ان احنا نوريكم فكره عامه عن الحاجات اللي تم اكتشافها في التابوت، وأوريكم افكار بسيطه عنها. في حاجات هنعرف ان احنا نشرحها لان هي مكتوب عليها، فانا بوريكم التجربه بتاعتي كحد مستكشف، بقرا الكونتنتس او البيانات اللي موجوده على الاثار او على الحاجات الموجوده هنا. مش بشرح لان ما عنديش باك جراوند تاريخ قويه عشان اشرح، هاخدكم في المكان بجوله او بعين المستكشف. فيلا بينا نستكشف سريعا كده التفاصيل. اول حاجه بنشوفها هنا هي الاساور، فبيشرحوا لكم الاساور دي تاريخها هيرجع لايه وتفاصيلها عامله ازاي. بس عايز اقول لكم فيها كم تفاصيل مذهبه، وفيها كم تفاصيل والوان ونقوشات حاجه غايه في الروعه والجمال. وفي حاجات منها هنا دي زي نيكلس كده او زي عقد او حاجه بتتلبس. بصوا حاجه غايه في الروعه والجمال. ده سوارين اللي هو اسوره يعني، والسوار عن الوجات وسوار الجعران الاخضر. دي حاجه من احلى الحاجات اللي موجوده هنا. بنستكشف ايه ده؟ لو تقرا التفاصيل بتاعتها، ده مكتوب السرير الجنائزي للمعبوده عماموت. تحفه. ده سرير جنائزي، يعني تخيلوا ده السرير اللي كانوا بيحطوا فيه المتوفي، ده السرير اللي بيعملوا عليه الجنازه، السرير اللي بيحطوا فيه ميتين او متوفين بيحطوهم هنا، which is حاجه عملاقه. نكمل كل التوابيت اللي موجوده دلوقتي هنا. كمل التوابيت اللي موجوده هنا غير طبيعيه وكلها تفاصيل عملاقه بصراحه. اول حاجه هنا مثلا توابيت كانوبيه صغيره، التصوير بتاعتها كمل نقشات وكمل الحاجات اللي موجوده عليها، حاجه غايه في الروعه والجمال. دي مقصوره كانوبيه، حاجه معموله من الذهب زي ماسوره كده، ولكن التفاصيل بتاعتها من فوق ومن تحت في كل مكان حاجه غايه في الروعه والجمال، وشكلها بجد ملفت بشكل غير طبيعي. هنا مثلا دي حاجه ثانيه، دي حاجه ثانيه معموله على زي تمثال كده زي راس بقره، ودي معموله من الذهب شكلها حلو قوي. ده هيد اوف كاو. نستكشف بقيه المكان. في حاجات زي تفاصيل صغيره قوي ممكن ما تحبش قوي ان انت تتفرج عليها، بس دي زي اواني صغيره من الفخار وحاجات كانت بتستخدم في البيوت. ده سريعا. جوه المقبره بقى في حاجات تانية كتير قوي تم اكتشافها في المقبره، هندخل نستكشفها. في حاجات مهمه وحاجات كل الناس بتيجي تتفرج عليها، وفي حاجات لا. يعني مثلا هنا ده التابوت الحجري والتوابيت الثلاثه. طيب ده التابوت اللي موجود فيه موميا الملك توت عنخ امون. بصوا الشكل بتاعه من هنا عامل ازاي، حاجه غايه في الروعه والجمال جدا. التفاصيل بتاعتها رهيبه، وبصوا كم الناس اللي بتتفرج عليها. بصراحه انا منبهر من انبهار الناس، من هنا احلى بكتير. بصوا شكل الناس وهي بتتفرج، حاجه غايه في الروعه. بصوا بجد التفاصيل بتاعتها مذهبه بكل حاجه، وقطع يعني حاجه غير طبيعيه في الجمال بتاعها. تخيلوا تابوت كامل من الذهب. ده تابوت تاني من التوابيت اللي كان موجود فيها الملك او مومياء الملك توت عنخ امون. ده تابوت رهيب، شكله بصراحه رهيب جدا، والحجم بتاعه غير طبيعي. ده اكبر من التابوت التاني، فده شكله غير طبيعي. بصوا من هنا التفاصيل بتاعته حاجه بصراحه غير عاديه. بصوا الحجم بتاعه ده اكبر من التاني، كمل التفاصيل بتاعته اللي موجوده حاجه خرافيه بصراحه. طول ما انتوا بتتحركوا في الاريا دي بتشوفوا كم توابيت غير طبيعي للملك توت عنخ امون من هنا، وطول ما انتوا ماشيين بتشوفوا توابيت كبيره جدا، كلها زي ما انتم شايفين كلها بنفس الحجم، كلها بتكون بنفس الحجم، وكلها موجود فيها المومياء بتاعت الملك توت عنخ امون. ده تابوت تاني او تابوت تالت، ففي كم توابيت غير طبيعي، وكلها كل ما بتدخل اكتر كل ما بتشوف احجامها رهيبه جدا جدا. دي المقصورة المذهبة الرابعة. دي مقصورة رابعة، دي مقصورات، كل مقصورة فيهم كلها معمولة من الذهب، وكلها موجود فيها أو كان موجود فيها الملوك. هنستكشف المقصورة دي ونشوف اللي بعدها. طول ما انتم ماشيين هنا هتشوفوا كم كلها مقصورة مقصورة مقصورة، كلها معمولة من الذهب، بس الأحجام بتاعتها من جوه شكلها خرافي. يعني دي الفكرة بتاعتها إن هي حجمها من جوه شكلها مختلف، حاجة غير طبيعية. بصوا الحجم بتاعها من جوه هنا رهيبة، كلها من ذهب. تخيلوا ان دي كانت موجوده في المقبره اللي تم اكتشافها. المقصوره المذهبه الثانيه صممت هذه المقصوره كمقاصير مصر العاليه التقليديه، معروفه باسم برو بور. تحفه. شكلها من هنا حاجه غايه في الروعه والجمال. في واحده ثانيه احلى بكتير، دي مقصوره احلى بكتير لان دي فيها لون ذهبي ولون ازرق، فشكلها احلى والطف بكتير. دي باقات الازهار. flower buckets. Yeah, it's like bouquet. Yeah. flower buckets. دي باقات الازهار، دي باقات ورد. لقوا باقات الورد دي موجوده بالحجاره الاماميه وحجره الدفن بالمقبره، يعني كانوا بيحطوا ورد جوه
المقابر نفسها وجوه الحجاره نفسها. اخر حاجه بقى موجوده، احنا دلوقتي اكتشفنا كل حاجه موجوده تقريبا في المكان بتاع توت عنخ امون. دي اخر حاجه موجوده فيه، ودي كلها تماثيل معموله من الخشب ولكن بالوان مختلفه زي ما انتم شايفين، منها الوان مختلفه وشكلها مرعب جدا. عجبني قوي قوي الشكل بتاع تقديم الحاجه نفسها. وهنا في نوع تاني من التماثيل. خليني بقى اقول لكم ايه اكتر حاجه مميزه هنا وايه اكتر حاجه مختلفه عجبتني لحد دلوقتي. هو الشكل والطريقه بتاعه عرض كل حاجه ليها علاقه بالمتحف. طريقه عرض كل شيء له علاقه بالمتحف ده حاجه مميزه، حاجه مختلفه جدا تخليك تحب انك تتفرج عليها وتخليك تحب انك تستكشف المتحف. انا كده المفروض هنرجع تاني عشان نستكشف ده من الاول. انا دلوقتي خلصت المكان بتاع توت عنخ امون وهروح على المكان اللي موجود فيه مراكب الصيد اللي كانوا بيستخدموها زمان، واشوف ايه الارياز الثانيه اللي اتفتحت بعد الافتتاح النهائي. هنروح نستكشفها دلوقتي بتاعتها. فالخروج كله من نفس الارياز او من نفس الجيت. نخرج من هنا. هلو نيهاو. سواء الخروج كامل من هنا، بعدين نستكشف ازاي نروح مركب الشمس دي. كم الناس غير طبيعي واحنا نازلين دلوقتي. هلو نيهاو. نوت نيهاو. اوكي. جابان. كونيتوا. Where are you from Japan? Which city in Japan? Osaka. What's your favorite part of Japan? Like the main part that you love it so much? Osaka or other cities? I like Hokkaido. Hokkaido. Why do you like it? I like snow. Snow. Okay. Food, But in Egypt we don't have snow at all. We don't have snow. What do you think? Where am I from? What do you think? Am I from Egypt or not? No? I'm asking you. What else? I'm just asking you. So you have to choose like special city or special country. Jordan. Your last choice? I'm from Egypt. What's your name? Lina. Okay. Okay. My name is Salim. Yes. Nice to meet you. I haven't been to Japan before, but I would love to. Yeah, I would love to because it has a lot of different things and food and like beautiful girls like you. دلوقتي خرجنا من هنا، نزلنا من الاريا دي كلها. ده المكان اللي كنا موجودين فيه فوق اللي اكتشفنا فيه توت عنخ امون، وكل ما يخص توت عنخ امون في الاريا دي كلها سريعا. ودلوقتي انت في الاريا الاساسيه اللي موجود فيها المولات واللي موجود فيها المطاعم والاماكن اللي ممكن تشتري منها حاجه، ودي كلها اكتشفناها في الفيديو اللي فات. لو لسه ما شفتوش الفيديو فادخلوا دلوقتي حالا شوفوا الفيديو الاولاني، هتلاقي فيه كل الشرح بتاع كل الخدمات اللي موجوده هنا في المتحف. دلوقتي بقى رايحين عند المركب الشمسي اللي موجوده هنا، وشكلها والمدخل بتاعها حلو قوي لان هي مكان مفتوح في منطقه تجمع ومتحف مراكب خوفو. الاريا المفتوحه بصراحه لذيذه، ألذ واجمل بكتير من الارياز المقفوله، وكمان عاملين الديزاين بتاعها جميل بشكل غير طبيعي. فخلينا ندخل ونستكشفها. هيا بنا. على فكره انا جيت هنا بالظبط الساعه 4 وقدامي بالظبط ساعتين علشان اقدر ان انا استكشف اصلا الاماكن اللي ما شفتهاش في المتحف اخر مره. بصوا الاريا من هنا حلوه قوي بصراحه، مكان حلو قوي كالتصميم بتاعه، الاضاءه بتاعته شكلها حلو، حتى الديزاين كله يعني حاجه عملاقه، وتحس ان انت مش داخل متحف او مكان بس مقفول، على قد ما هو في نظره او لمحه جماليه بصراحه حلوه قوي قوي قوي. ودي ارياز دي اللي احنا هندخل فيها دلوقتي وهنستكشفها من جوه، وفي مكان هنا تقدر ان انتوا تقعدوا فيه ترتاحوا وتاكلوا او تشربوا. هطلع دلوقتي من هنا علشان كله متغطي بالازاز، شكله من بره عملاق وجميل قوي بصراحه بشكل غير طبيعي. المدخل من هنا كمان بجد حلو قوي قوي قوي، شكل الغروب رهيب، كمان المكان من جوه حلو قوي يستحق الاستكشاف. اول ما تدخل من هنا زي ما انتم شايفين الاضاءه كلها من بره، المكان شكله امبرسيف زي ما انا على طول. اول ما تدخل بيقابلك ده وشك كده شكله حلو قوي، وبعدين تدخل من هنا بيبقى في جايدنس ليك في الطريق. احلى حاجه عجباني هنا اول ما دخلت ان الاضاءه حلوه. المكان في توت عنخ امون الاضاءه بتاعته خافته قوي، مش احلى حاجه، بس الاضاءه هنا شكلها حلو قوي. بعدين اول ما بتدخل بتلاقي اريا ممكن تقعد ترتاح فيها. هاي اتس اوكي اتس اوكي. اول ما تدخل بتلاقي اريا او مكان ممكن تقعد ترتاح فيه، فمعمول من الخشب وشكله بصراحه حلو قوي، شكله امبرسيف. ممكن ترتاح لو تعبت في الطريق او تعبت وانت بتستكشف المكان تقعد، وانا تعبت ومحتاج ارتاح هنا شويه. وانتوا داخلين هتلاقوا المكان الخشب ده اللي ممكن ترتاحوا فيه في كل الارياز، موجود هنا وموجود هنا الكنبه الكبيره، وموجود هنا تحت العواميد. بصوا حتى كل حاجه هنا متغطيه بالخشب. شكل التصميم بتاع المكان والمدخل بتاعه بصراحه حلو قوي. احنا هندخل ونكمل في الاريا الطويله دي اللي احنا ماشيين فيها عشان ندخل نشوف المركب من فوق عامله ازاي. بس احلى حاجه لو انت داخل زي دي جايدنس كده
دليل هو الطريق واضح ومسير ليك، مش محتاج كل شويه انك تسال، فحاجه حلوه. والمكان فيه تكييف او فيه اضاءه حلوه، وكمان فيه تهويه حلوه. Hi, do you know the boat this way or this way? You don't know anything. Okay. You know the right way for the boat is this way or this way? We don't know. You don't know? No. Me too. We are going this way, but Okay, you're just trying out. Exactly. Okay. Hi, do you know is it the right way or this one? You think so? Okay. طيب نطلع من هنا. أول ما بتطلع في سلالم غير طبيعية. كل حاجة هنا معمولة من الخشب ومعمولة بنفس اللون. بصوا في اريا كده بتاخدك من هنا، تبدأ تطلع كل الاريا دي نفس الدوران ده لحد ما تطلع من فوق. فخليني استكشفها معاكم كده ستيب باي ستيب. سلالم كبيرة مريحة، الإضاءة حلوة قوي. ده أول طابق تقدر ان انت تشوفها منه، او اول شكل تقدر ان انت تشوف منه المراكب. بس في طوابق تانية، هيطلع الطوابق اللي فوق وبعدين استكشف من تحت. صباح الفل، عاملين ايه؟ وفي ده الدور الاولاني وفي ادوار تانية، بس حاسس من فوق هي احسن واجمل بكتير. You're from Netherlands? Yeah. Netherlands. No, Belarusia. Belarusia, interesting. Like Russia. You're the first one that I meet from Russia or Belarusia actually. What's your name? Alexander. Alexander. My name is Salim. Alexandra. Alexander and Alexandra. Yes. Nice to meet you. You're couples. No, this is my wife. Oh, you're couples? Yes. Interesting. I haven't been to Russia before, but I would love to go there. Yes. Yeah, is it your first time here in Egypt? No, we live in Egypt more than 2.5 years. Wow. Yes. 2.5 years. Yes. So what, can I ask you what things that you like and what things that you don't like in Egypt so far? What like? I Yeah, like what- Egypt. Not Egypt. Egyptian men. Egyptian. Egyptian You guys. like the people. Yes, all people because Egyptian people it's very kindly, Kindly and friendly? friendly. Yes. Wow. And you think Russian people are like Egyptians or? Yes, like. Yeah. Yeah. Like. Russians, yeah, I think Russians are friendly as well. Yes, but you yes, need yes. to, like, as I came to you and talk to you, so you just need to take the first step and then get to know the Russian people. Yes. Yeah, do you like the Egyptian food? Egyptian food. Yeah. So. Can I ask you what's your favorite type of Egyptian food so far? Don't like. Don't can ask about Egyptian food. You don't I like can't can ask about all the places? Egyptian country. Okay, but you don't. What I don't like. You don't like the food? So. So. Okay. So. Nice to meet you, Alexander and Alexandra. Yeah. Thank you. Nice to meet you. Thank you. I'm Salim. Salim. Yes. I think you have YouTube For sure. channel. Yeah, the Yes. channel is Salim Travels. Salim. No, it's just Salim. Only two Salim. Just two Salim. Okay. Salim Travels. Yeah. Thank Nice you. to meet It's you. my pleasure. Bye. Bye. انا شايف المركب من هنا، هو المكان يمكن ما فيهوش حاجه امبرسيف قوي، بس الاضاءه بتاعته والتصميم بتاعه احلى بكتير، فهو احلى حاجه فيه. الطوابق بتاعته، ده طابق، ده التاني، وهنا طابق والارضي. احلى حاجه انه المكان كله معمول بالخشب، فكل حاجه بتشوفها في المكان بنفس اللون. ده نفس لون الارض هو نفس لون الكات، والاماكن اللي بتقعد عليها في كل مكان هو نفس لون المركب اللي انت بتشوفها، فكل شيء نفس اللون ونفس الديزاين. دي بصراحه احلى حاجه موجوده هنا في المكان. امبرسيف. مركب كبيره جدا بصراحه، حجمها غير طبيعي، بس الفكره ان انا كنت اتمنى يبقى في تفاصيل تعرفني المركب دي موجوده سنه كام، مين الملك اللي كان بيستخدمها، عدد الناس اللي بتحملها المركب، كل ده. ولكن يعني حاجه عملاقه، وبصوا هم حاطينها بشكل غير طبيعي. بصوا المركب نفسها شكلها خرافي بصراحه. اكتشفت بقى ان هم عاملين كل حاجه بنفس لون الخشب، لان هو ده اللون الاساسي للمركب، ان هم يبقوا عاملين الاتموسفير بتاع المكان كله بنفس اللون عشان يديك نفس الفايب، فتلاقي الارض بنفس اللون والمركب بنفس اللون، وغالبا انا لابس برضو نفس اللون اللي قريب من الخشب شويه، فدي حاجه مثيره للاهتمام يعني. بصوا الاضاءه من فوق شكلها حلو قوي، يعني شكل الاضاءه نفسها مش كلها اضاءه تقليديه، لا معموله زي قطع كده، فشكلها لذيذ ومديه شكل ديكوريشن بصراحه رهيب، فالموضوع متعوب عليه يعني. بصوا التفاصيل بتاعته حقيقي حلو جدا جدا جدا. عجبني هنا كمان جدا ان انت تلاقي مكان تقدر ترتاح فيه. المكان بتاع توت عنخ امون ما عجبنيش قوي لان الاضاءه فيه مش احسن حاجه، والمكان كله واخد اضاءه غامقه قوي وتحس ان هو مكتوم نوعا ما، وحتى شكل حسيت ان القطع الاثريه الموجوده هناك مش باينه قوي من كتر ما المكان ضيق وضلمه شويه. هنا عجبني قوي ان الاضاءه فاتحه وجميله وتديك مساحه تتحرك وتتفرج براحتك، فالموضوع بصراحه لذيذ ومثير قوي للاهتمام. ممكن ما تتخيلوش الحجم بتاعها من الفيديو، ولكن هي من جوه كبيره جدا ومن بره كمان كبيره جدا. لسه نستكشف لان في دور تاني من هنا، هنخلص الايريا دي ونطلع الدور التاني ده. هاي. Hello. هلو. بصوا بقى
انبهار الناس. انا كمصري اول مره اجي هنا، بس لما نشوف كم الناس دي من كل جنسيات العالم جايه وبتتفرج هنا فمنبهر باللي هم بيشوفوه، فانا نفسي مبسوط يعني البلد دي فيها حاجات حلوه هم جايين يشوفوها. بصوا كم الناس اللي واقفه سوري بس علشان تصور المركب، كلهم بيصوروها وكلهم منبهرين بيها، فدي حاجه حلوه قوي. لسه كمان في اريا فوق هنطلع نستكشفها دلوقتي. هيا بينا. مفيش حاجه، هو الاحسن من هنا انت بس عشان تشوف الفيو كله كامل يعني. فانت دلوقتي موجود في اعلى، فببص من هنا شايف كل المكان. على فكره المكان مصمم تصميم حلو قوي وشكله حقيقي مختلف يعني. تصميم المكان بصوا في الاريا دي كلها، وبعدين بتنزل تحت كده، وبعدين الاريا الثانيه والمراكب بتكون موجوده في النص. فالتصميم حلو ومثير للاهتمام جدا جدا جدا. ده الدور وده الدور الثاني، وهنا احنا بنبص على المركب. بس هنا مفيش حاجه زياده يعني، هنا بس شايف الفيو كله. Can you tell me where are you from without saying the name of your country? Please. Speak your language. Okay. Okay. Speak your language. Hola, mi nombre es Lady, Okay. It's Brazilian or Colombian? Colombia, Okay. And what's the main language in Colombia? español. Español. Interesting. I would love to know what are the best things that you recommend me to do if I'm going to travel to Colombia. Colombia es un país muy lindo, queda en Latinoamérica, tiene una biodiversidad maravillosa, somos el número 1 en mariposas, tenemos avistamiento de ballenas, tenemos acceso a 2 océanos, el Pacífico y el Atlántico. I don't understand anything. But do you know? Tenemos el Amazonas. Yeah. Do you consider that Colombian people are friendly, or they like the foreigner people, or no? Es amigable. Yeah. Sí, la gente en Colombia es amigable con los turistas. Okay, nice to meet you. Okay. دلوقتي خلصنا اكتشاف المكان اللي فيه المركب، وفي هنا زي اريا كده الناس بترتاح فيها، وهنا بيشرحوا لك تفاصيل اكتر عن المركب وعن التاريخ المصري بشكل او بالتاني. فهناخد فكره هنا سريعا كده، بعدين نستكمل الاماكن اللي ناقصه. فالمكان هنا بصراحه حلو، الديكوريشن بتاعه والشكل بتاعه والاهتمام بتاعه حاجه خرافه، فلذيذ قوي بصراحه. في هنا كمان اريا الناس بتقعد فيها، دي اريا مفتوحه للناس بشكل او بالتاني، وهنا المخرج الاساسي بتاع المتحف. فهيا بينا. دلوقتي في المسجد، هنطلع بره المسجد وهوريكم الارياز والاماكن التانية اللي ممكن تستخدمها في المتحف غير بس التحف والاماكن الاثريه. طيب واحنا كده خلصنا الجوله بتاعتنا جوه المتحف، واللي كنت بوري لكم جوه ده المصلى. هنا في مصلى، وهنا هتلاقوا مكان اسعاف دولي او مكان فيه عياده لو لا قدر الله حد حصل له حاجه، فمدينكم هنا انه هنا عياده وهنا المصلى. نستكشف بس الاريا الخارجيه فيه. دي الاريا موجود فيها الكافيهات، موجود هنا اكتر من براند مش عايز اقول الاسماء، وهنا في مكان بيبيع حاجات شخصيه او سوفينيرز، بس مينلي ممكن يعملوا شوبينج هنا هم الاجانب مش المصريين، لان الاسعار هنا مش للمصريين قوي، وحتى الكافيهات برضو اسعارها اوفر برايسد شويه. فدي الاريا اللي موجود فيها كل الكافيهات اللي ممكن تشربوا حاجه او تقعدوا تاكلوا حاجه هنا، الاريا دي كلها. وفي هنا حمامات في الارياز او في الاماكن دي. هاي اتس اوكي هقول لكم رايي او تجربتي عامه في المتحف كله لحد دلوقتي. عجبني قوي الاماكن اللي فتحت جديد، قاعه توت عنخ امون حلوه بالقطع الاثريه اللي فيها. ازيكم عاملين ايه؟ كويسين؟ المكان اللي فيه كل شيء له علاقه بمقبره توت عنخ امون، اكتر حاجه عجباني فيه هو التفاصيل اللي موجوده فيه، وان هم في كم قطع اثريه غير طبيعيه كلها مذهبه. انا مش عارف اقعد هنا، في بنتين قاعدين جنبي ومش عارف هما الاثنين خايفين يطلعوا. جولتي في المتحف تاني مره بعد الافتتاح النهائي، دي اول مره احضرها بعد الافتتاح النهائي، جيت مره قبل الافتتاح النهائي. بصراحه اكتر حاجه عجبتني في الجوله الثانيه اللي هي بتاعت النهارده دي المكان اللي فيه المركب الشمسي، الاضاءه بتاعته والسبيس والمساحه. عجبني توت عنخ امون، هو في قطع اثريه ثمينه جدا كلها من الذهب وكل ده، بس مكان ضلمه شويه والاضاءه بتاعته قليله، وكمان حسيت النفس ضيق شويه فيه. انا بطبعي شخص بحب الاماكن المفتوحه، فالمكان كل مكان مفتوح وكل ما الاضاءه بتاعته حلوه الحاجات اللي فيه تبان اكتر. بس اوفر اول تجربتي انا كنت متوقع حاجه اقوى 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 من اللي انا شفته النهارده، لان انا كنت متوقع اجمد من اللي انا شفته اول مره. فتوت عنخ امون والمكان التاني ما كانوش بالجمدان قوي اللي انا كنت متوقعه، ده رايي الشخصي، تختلف او تتفق معاه. بس اوفر اول الحاجات الحلوه في المتحف كلنا نتفق عليها، النظافه، الاهتمام، السبيس، المساحه، ان هو اكبر متحف في العالم، حاجات حلوه قوي. بس يمكن حاجات في ميولك الشخصيه، فيمكن عشان انا شخص بحب اكتر الاماكن المفتوحه
وبحب اكتر الحاجات اللي بيبقى فيها عروض يعني تديني معلومات بس بشكل انترتيننج اكتر، مش مجرد ان انا اقرا بس عن التاريخ. فيمكن ما استمتعتش قوي في مكان توت عنخ امون زي ما استمتعت قبل كده في قاعات العرض الرئيسيه. لو شفتوا الفيديو او شوفوا الفيديو دلوقتي في قاعات العرض الرئيسيه، لانه بيديك حاجات فيها شرح بياني، حاجات تتفرج عليها، فمش بس تقرا عن التحف والتماثيل. اوفرول تجربتي لذيذه، وكنت عايز اعمل ده من بدري وحصل لي مشكله لما جيت بعد الافتتاح على طول ما عرفتش ادخل من بره، لان الدخول كان صعب وكان عدم مرونه في الدخول بالذات للمصريين. فرجعت وما دخلتش، وجيت تاني مره النهارده بعد ما حجزت تيكت اونلاين. فخلاص التجربه الموضوع لذيذ، بس لو انت شخص ما بتحبش المتاحف والاماكن الاثريه مش هتتبسط، مش هتستمتع. اما لو انت شخص بتحب التاريخ وتقرا وتعرف عن التاريخ فهتتبسط وهتستمتع، فالموضوع مختلف. بس كده، فلو دي اول مره موجود ليك هنا على الشانل سبسكرايب دلوقتي حالا عشان تشوف كل الفيديوز الجايه. بنتكلم عن تجارب مختلفه محليه وان شاء الله عالميه، بنحكي عن تجارب سفر ومغامرات مختلفه في دول العالم مختلفه، في مصر ودول تانية. فاشوفكم الفيديو الجاي ان شاء الله، ادعموني عشان نكمل ونستمر. انا سليم، السلام عليكم.